السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ فدوى أم علاء. اليوم جيت نحضر معاكم وجينا نشاركو جميع لي كيش اللي كيجيو زويونين بواحد العجينه اللي سهله، دغيا دغيا كيوجدوا وطريقه ديالهم سهله والنتيجه رائعه والمذاق ولا اروع. ولاول مره كيزور القناه ديالي يدير الاشتراك وتفعيل الجرس باش يتوصل بكل جديد. كنشكر الناس اللي كتدعمني وكتخلي لي تعاليق محفزه. كنشكركم بزاف، ما نطولش عليكم بزاف، ندوزو المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. عندي في المقادير عندي كاس ديال الماء ديال العنبه المدافي، عندي ربع كاس ديال زيت المائده، وعندي شويه الخميره معجونه، شويه ديال الملح ومعلقه صغيره ديال سكر حبيبات والدقيق باش غادي نجمعوا العجينه. غادي نشد واحد الاناء غادي نضع فيه كاس ديال الماء، شويه ديال الخميره والملح وسكر سنيده والزيت. غادي نخلط الكل مزيان حتى ينسجموا لينا العناصر كلها وتذوب لينا الخميره والمليحه وسنيده. من بعد كنبدا نوضع الدقيق شويه بشويه باش ما نقصحش العجينه. كنبقى شويه شويه وانا كنجمع العجينه ديالي، كنجمعها بديك الكاس ديال الماء وديك ربع كاس ديال الزيت فقط. كنجمعوا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا، كنبقاو غاديين شويه بشويه كنوضعوا الدقيق. من بعد من كنجمع العجينه ديالي كندلكها واحد شويه باش كنحصل على واحد العجينه اللي رطبه ما قاصحاش بهذا الشكل هذا، كتجي ناجحه. كنشد سلوفان وكنغطي العجينه ديالي، نخليها ماشي نخليوها زعما تخمر ولا شي حاجه، بما وجدنا الحشوه ديالنا وغادي نخدموا العجينه مباشره. في هذه الاثناء غنخلي العجينه ديالي على جنب وندور نحضر الحشوه ديالنا. غادي نوضع في المقلاة فوق البوطه، غادي نضع فيها شويه زيت الزيتون، وغادي ندير واحد البصله متوسطه الحجم، غادي نشلضها وغادي نوضعها في المقلاة، وغادي نضيف شويه ديال الملح وغنخلي البصله ديالي حتى تطيح شي شويه. من بعد غادي نتبل الكفته ديالي. الحشوه ديروا اي حاجه بغيتو، صدر ديال الدجاج، الكفته اللي بغيتو. غادي نشد الكفته، غادي نضع شويه ديال الزعتر وشويه الملح وشويه قزبر ومعدنوس. غادي ندير التوابل، غادي ندير شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، الابزار، واحد فص ديال الثوم حتى هو. غادي نوضعو في الكفته، غادي نخلط الكل مزيان. من بعد غادي نضيف فوق البصله الكفته باش غادي تشحر. دابا هذه الاثناء طاحت لينا البصله، نتوما كتشوفوا انها طابت البصله بدات كطيب. غادي نوضع الكفته، من بعد ما وضعت الكفته غادي نخليها تطيب مزيان مع التحريك. من بعد ما طابت لي الكفته ديالي غادي نوضع الزيتون مقطع. نقلت لكم اي حاجه عندكم ضيفوها. دابا الحشوه عندي واجده. من بعد ما حضرت الحشوه ديالي دابا غادي نحضر واحد الصوص كتجي فوق الحشوه. غادي نوضع واحد ياغورت طبيعي. الا ما كانش عندكم ياغورت طبيعي تقدروا تعوضوه بكاس ديال الحليب. غادي ندير شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، وغادي نخلط الكل مزيان. وغادي نضيف واحد 2 حبات ديال البيض، وغادي نخلط الكل مزيان. من بعد غادي نوضع واحد تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الفرماج محكوك. ما كانش عندكم الفرماج محكوك يعني ديروا الفرماج المثلث، يعني اي حاجه عندكم ديروها اللي متوفره. غادي نخلط الكل وغنحط هاد الصوص جانبا. من بعد ما وجدت الحشوه ديالي والصوص دابا غادي نحضر هاد العجينه هذه. واخا تكون بدات كتختمر شويه غادي نحاولوا نجمعوها ونفرغوها من الهواء. غادي نشد
القليل من الدقيق غنديرو في سطح العمل، ومن بعد غادي نبدا نطلق العجينه ديالي بالمدلك، حقاش هاد لي كاش يعني كندير العجينه مع الحشوه وكندخلوهم نيشان الفرن. صراحه كيجيو زويونين وناجحين. غادي نطلق العجينه، يعني ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه، ودائما كنستعن بالدقيق باش ما تلصقش لي العجينه، حقاش العجينه شويه رطبه. من بعد كناخذ القوالب ديال اللي غادي نوضع فيهم العجين، كندهنهم شويه بالقليل من الزيت، وكنبدا نوضع تحت العجينه بهذا الشكل هذا. كندير بالمدلك من فوق العجينه باش كتساعدنا في التقطاع. نتوما كتشوفوا العجينه شويه رطبه. كنبدا نشكل على هذا الشكل كما شفتوا على كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل لي كيش ديالي بهذا الشكل هذا، حتى كنقادهم في العجينه، كنقادهم فوق القوالب. ديما كنبقى نضغط هكا بالجوانب باش كنثبت العجينه في القوالب. انتما كتشوفوا الصراحه الطريقه ديالهم سهله. من بعد غادي ساليت العجينه ديالي كامله، غادي نثقب بالفورشيط العجين باش ما يتنفخش لينا في الطياب. من بعد غادي نشد واحد طاوه وغادي نوضع فيها هاد القوالب، وغادي ندخلهم الفرن. عفوا حتى ندير الحشوه. غادي ندير الحشوه في القوالب. من بعد غادي نعمر القوالب كلهم بالحشوه، ومن بعد غادي ندير داك الصوص اللي وجدنا بدانون مسوس. بامكاني الا ما كانش عندكم دانون، انا درت 10 الحبات بدانون مسوس، و10 الحبات درتهم بالحليب كما قلت لكم قبيله. دابا في هذه الاثناء غندخلهم الفران، غنشعل عليهم الفوق والتحت حتى يطيبوا، وغتشوفوا الشكل ديالهم كيفاش جاو. من بعد ما شعلت عليهم الفران الفوق والتحت، هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو محمرين ومنفوخين. صراحه كيجي الشكل ديالهم زويون. هانتوما كتشوفوا كيتحيدوا بسهوله من القوالب وكيجيو محمرين من التحت ومن الفوق. كيجيو الصراحه زوينين بزاف ورطيطبين وناجحين من اول تجربه، يعني صدقوني كيجيو رائعين. انا دائما كنديرهم وبغيت نشاركهم معاكم، كيجيو رائعين. غادي نحيدهم من القوالب كاملين ونحطهم في الطبسيل ديال التقديم، وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديالو. كان هذا هو الشكل النهائي ديال لي كيش ديالنا. الصراحه كيجيو زويونين، الحشوه كتجي رائعه، الشكل ديالهم كيجي رائع، والمذاق كيجي ولا اروع. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا لا فيديو، وما تبخلوش عليا بالتعاليق وبلي لايك، واي تساؤل خليو لي في التعاليق. ولا عجبكم هذا لا فيديو بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. ولاول مره كيزور القناه ديالي يدير الاشتراك وتفعيل الجرس باش يتوصل كل جديد. نتلاقى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.